بقى إن لما الجوع بدأ يقرص الناس اللي عايشين هناك بدأوا يعاقبوا أي حد منهم، ولما بيعاقبوه وبيقتلوه بياكلوا لحمه. ومع الوقت بقى أكل لحوم البشر بالنسبة لهم حاجة طبيعية، فعشان كده أي حد بيجيلهم من بره ويتوه جوه القرية بقوا يصطادوه زي الفريسة. وده مش عشان يسرقوه، لأ، ده عشان ياكلوا لحمه. عشان كده حطوا أفخاخ حوالين القرية في كل حتة، وحطوا كمان أفخاخ حوالين الشجر وعلى الشجر نفسه. وساعة ما يسمعوا إن في حد خلاص الفخ مسكه كلهم بيجروا عليه بالفؤوس ويكسروه وياكلوه على طول. أول ذكر حقيقي اتقال عن القرية دي كانت سنة 1999 لما وصلت رسالة مجهولة لمحطة نيبون تيفي اليابانية. والرسالة دي بتقول إن كانوا في زوجين عايزين يخشوا القرية دي ويتسلقوا الأشجار اللي فيها. الرسالة دي بتقول إن الزوجين كانوا عايزين يتسلقوا الأشجار اللي جوه، وكانت الموضوع ده في السبعينيات. ووصلوا فعلا القرية وواجهوا اللي فيها، وكان لازم يعدوا من جنب نفق القرية. قبل ما يقربوا من النفق العربية بتاعتهم عطلت وما قدروش يشغلوها تاني، فحاولوا يدوروا على مساعدة يصلحوا العربية بيها. وده كان حوالين المنطقة، يعني لسه ما دخلوش القرية، ولكن ما كانش فيه أي حد بيساعدهم لحد بقى ما وصلوا لطريق النفق. طبعا شافوا اللافتات الكبيرة اللي الحكومة حطاها، لكن هم فكروا ان الحكومة مش هي اللي حاطة اليافطات دي، لأ، فكروا ان الاهالي هم اللي حاطين اليافطات دي عشان يمنعوا اي حد من السياح انهم يدخلوا القرية بتاعتها. ولكنهم للأسف قرروا يكملوا الطريق بتاعهم. بعد نص ميل بالظبط وصلوا لبيوت مهجورة ما كانش فيها حياة، ولكن لفت نظرهم حاجة غريبة جدا، إن في عربية بيضة مركونة على جنب. العربية دي كانت مألوفة قوي بالنسبة لهم. وده ليه؟ لأن الشرطة كانت من سنة بتعلن عن اختفاء العربية دي وعن اختفاء الناس اللي كانوا موجودين فيها. القرية ما كانش فيه ولا حيوانات ولا في ناس ولا حتى الشجر بتاع القرية بيتحرك، وكأنهم راحوا القرية في عالم تاني خالص. وهنا الزوجين قرروا انهم يرجعوا بسرعة للعربية بتاعتهم قبل ما اي حاجة تحصل لهم. ولكن شافوا مرة واحدة راجل عجوز وقال لهم يا مرحب بيكم، احنا اهل كرم وضيافة. اول ما شافوه طبعا واستغربوا هيئته وشكله. ولكن قبل ما الراجل يتكلم الراجل الكبير مسك منجل وطعنه في بطنه